السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد في فيديو القناة الزملكاوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، ويلا بينا في فيديو جديد على القناة الزملكاوي. اللهم انصر فلسطين وغزة يا رب العالمين، يا رب انصرهم نصر عزيز قوي من عندك يا رب العالمين، ويا رب انصر من نصرهم واغزل من خذلهم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. متنساش في اول فيديو اشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولايك جميل عشان نوصل بالقناه الفتره الجايه. اهم حاجه الدعم بتاعكم يا جماعه، والله الدعم ده اهم حاجه عشان اتاني مستمر في تنزيل الفيديوهات. لايك واعمل مشاركه لو عايز تشارك المحتوى الناس تتفرج عليه، ومتنساش تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، ويلا بينا على الفيديو. النهارده هنتكلم عن شرح تفصيلي شويه لما حدث في اول جولتين في كاس اسيا قطر 2024. البداية كانت مع قطر بداية طبعا تنظيم هايل جدا، اجواء مونديالية تحس ان انت بتلعب في كاس العالم، برضو جو كويس جدا. طبعا بعيدا عن ده كله، قطر بتثبت قبل يوم عن يوم ان هي كانت الاحق فعلا بالتنظيم، وهي الاحسن بالتنظيم. فدي في حتة التنظيم عالي العال، 10/10، وماتشات اذاعة في كل المنصات متاحة، تقدر تتفرج على ماتش من اي منصة. نروح، البداية كانت يوم الجمعة. قطر لعبت لبنان واجتاحت لبنان الفقيرة تكتيكيا 3-0. 3-0 معرفة بداية مع قطر ان هي مسكت لبنان وهتكدعك 3-0. دي كانت البداية. طبعا قطر برضو مش مادية مستويات عالية في البطولة، بحيث برضو ان 3-0 كانت يعني على الواقف، اللعبة على الواقف على الاخر. بعد كده نروح لتاني يوم الساعة 1:30 الظهر. استراليا لعبت الهند. استراليا برضو من المرشحين الجيدين جدا للبطولة، فوز 2-0. برضو بعد فوز كان ملخص الشوط التاني، قدرت تفوز بعد الشوط التاني كان صعب 2-0. والمنتخب الاسترالي برضو عليه كلام كتير، لانه برضو لو هنرجع لماتش سوريا كسب سوريا 1-0، لكن نرجع بعدين. في نفس اليوم الساعة 4:30 كان في مباراة الصين وطاجيكستان 0-0. مفيش كلام كتير عن الصين على فكرة منتخب يعني متوسط في البطولة دي، بس يعني برضو من حيث كل حاجة. أوزبكستان بالليل الساعة 7:30 لعبت سوريا، تعادل 0-0. برضو كانت مباراة سوريا ضيعت منها الفوز المستحق علشان تأمن حظوظها في التأهل من المجموعة دي. تاني يوم اليابان، وكانت بداية بقى إشارة إن أنا في فرقة جاية تنافس على البطولة. اليابان شوط أول تبدأ فيه إن هي خسرانة 2-1 من فيتنام منتخب محترم جدا، منتخب يعني بيلعب على قد إمكانياته، إمكانيات ضعيفة يعني. المنتخب بدأ إن هو 2-1 ومأمنين الدنيا، لكن لا، في لعيبة زي مينامينو، إندو، لعيبة كتير، كوبو، لعيبة كتير جدا في المنتخب الياباني قدروا ان هم يفرقوا الفارق. تخلص الشوط اول 3-2، والشوط التاني تنزل تديهم الرابع ويخلص المباراة على كده. نيجي بالليل الامارات المنتهية اللي بتبدأ جيل جديد، البداية جديدة بقى، والفوز 3-1 على هونج كونج. يعني كويس، يعني بداية بنقول اهو في بشاير. يجي بالليل ايران والمنتخب الفلسطيني الحبيب بيلعبها، لكن اكتساح فني تكتيكي كل شيء للمنتخب الايراني. طبعا المخضرم جدا في البطوله دي اللي هو منتخب ايراني 100%، مدير فني ايراني، لعيبه كلها مع المنتخب الايراني. واللي عجبني في الماتش ده اللافته جدا الجميله، الجماهير كانت بتحتفل بعد الهدف الفلسطيني، واللعيبه مرضتش تحتفل بعد الاهداف اللي سجلتها فلسطين. كوريا والبحرين كان بعديها في اليوم التالي، كان يوم الاثنين 15/1. كوريا تكتسح البحرين برغم مثيل الفرص من البحرين، لكن البحرين بأخطاء فادحة تخسر من كوريا الجنوبية. اندونيسيا يومها بتلاعب العراق، لكن العراق وشخصية البطل من الدرجة الأولى، والعراق هي من ظهر فعلا شخصية البطل في البطولة حتى الآن، والفوز ثلاثية مقابل هدف على المنتخب الإندونيسي. العراق منتخب عالمي جدا، منتخب بطل كاس خليج جاي يعمل شغل كويس. يجي بقى يومها بالليل
اللي هيحصل ايه بالليل الساعة 7:30 ماليزيا بتلعب الأردن، واكتساح اكتساح اكتساح المنتخب الأردني. وماليزيا ما جاتش أصلا ومش منتخب مصنف ولا ليه شكل عشان ياخد النسق. تايلاند تاني يوم بتلعب قرغيزستان في الساعة 4:30. تايلاند بتكسب 2-0 على المنتخب قرغيزستان. السعودية والعمان وبداية بقى. المنتخب السعودي مشاكل كتير، مانشيني عامل كلام كتير، عامل حوارات قبل المنتخب. الراجل عارف انت مستبعد ناس، مش كلام مش عايزين نتكلم بقى على حد، لكن الراجل يتحمل مسؤولية بحيث ان انت الراجل انت مشيت الناس فانت اللي تشيل الليلة. مشيت الناس والناس انت ما اديتلهمش الثقة وقلت عليهم كلام وعملت حوار، يبقى انت اللي هتشيل الليلة في حالة حدوث اي شيء للمنتخب السعودي. انت راجل جه على قيمة، راجل بطل اليورو، الراجل بطل الدوري مع السيتي، الراجل عمل انجازات كتيرة قبل كده، كمان كان بيدرب اندية كتير، فالراجل له قيمة كبيرة مانشيني. فانت برضو جاي تعمل شكل وتعمل صيت ليك، اكيد اي تصريحات او اي كلام ده هيكون انت اللي شايله، اعتقد كده. فانت طالما انت اللي بدأت في الموضوع ده وبدأت الحرب دي فخلاص اشرب، لان انت اللي شيعت بداية الحرب دي. نروح للتاني جولة معانا، بداية الجولة التانية من دور مجموعات. البداية كانت مع ماتش لبنان والصين. لبنان بيتعادل مع الصين 0-0 زي ما قلت لكم. منتخب متوسط جدا المنتخب الصيني، ومنتخب لبنان اللي ملوش شكل حتى الان، المنتخب المهلهل جدا، المنتخب اللي من كاس العرب واحنا شفناه ان هو ما كانش ليه شكل. كاس العرب قطر 2021 يعني بيدعم من جمهوره اللي رايح لقطر عشان يشجعه، لكن ما فيش شكل المنتخب اللبناني. وصراحة لبنان مش عايزين نتكلم كتير ولا ازمات والدنيا، لكن العرب كلهم فيها ازمات وكده، لكن بيعالجوا نفسهم بيحاولوا. نيجي بقى يومها بالليل كان ماتش طاجيكستان وقطر. قطر قدرت ان هي تفوز 1-0 بفوز يعني ايه مريح على طاجيكستان اللي كانت مطرود منها واحد بتلعب ناقصة، فانت قدرت ان انت تفوز. وطبعا اكرم عفيف يعني والمعز عليه عاملين شغل. وزي ما قلت لكم قطر حتى الان ما كشرتش على انيابها، بس حط في حسبانك معاهم العلامة الكاملة متصدرين مجموعتهم. واقرب منافس عنهم مين؟ تتكلم بقطر مركز اول مع 6 نقط، وبعديها كله ايه؟ وحيد، واحد واحد، كله وحيد، كل المنتخبات معاها واحد، ما عدا طبعا الصين مركز تاني طبعا مع نقطتين. نروح تاني يوم الخميس 18/1 بداية بقى الماتشات القمم، قمة سوريا واستراليا. طبعا منتخب الاسترالي منتخب مخضرم جدا في البطولة دي، منتخب واخدها قبل كده كذا مرة، منتخب كان في بطل البطولة منذ دورتين، في الموضوع يعني مش بعيد. الراجل الناس دي بيعرفوا ازاي يكسبوا البطولة. وكان على فكرة لما كسبوها كان معاهم مدرب انجي بوستوكوغلو، مدرب توتنهام دلوقتي. فالفريق ده عارف ازاي بيكسب البطولة. فانت بتتكلم طالما عارف ان هو ازاي بيكسب البطولة فهيقدر ان هو ينجز نفسه، هيقدر ان هو يخلص نفسه. فانا بقول ان كان فوز مريح جدا امام منتخب سوري مش واضح ملامحه. هيكتور كوبر برضو عامل حوارات، استبعاد السومة، حوارات كتيرة والناس مش طايقينه الصراحة. فانت برضو بتبص هيكتور كوبر الغير منتظم تكتيكيا، الغير مسرور في الأداء. فبرضه زي ما بقولك منتخب سوري وحتى الآن لم يثبت جدارة وهو على شكل توديع البطولة. نقطة واحدة في خلال مباراتين، فانت بتتكلم ان انت تقع في المركز الثالث. فهل انت ممكن تتأهل احسن تالت؟ الله اعلم. اوزبكستان بقى اللي صعبت الموقف اكتر بالليل لما فازت الساعة 4:30، لما فازت 3-0 على الهند، عشان نخلي الهند في قاع المجموعة واوزبكستان تبقى في وصيف المجموعة 4 نقط ومسجلة 3 أهداف.
نيجي بقى بالليل يوم الخميس 18/1، فلسطين والامارات. فلسطين منتخب عربي جاي بالروح، جاي بيزق بعضه، فعلا منتخب محترم نحترمه ونشيد بيه، برغم ان هو كان بيلعب بنقص عددي واخد كارت احمر. والامارات منتخب يعني اعتقد ان هو مخضرم في البطولة دي، يعني منتخب بنقول عليه ان هو اكيد طبعا بيبني اجيال، اكيد طبعا بداية جديدة، لكن في عناصر كتير خبرة في الفريق، اهمهم يعني لعيبة كتير بتساعد الفريق. فتعادل طبعا كان يعني متوازي. نيجي بقى لتاني يوم ودي قمة البطولة حتى الآن، العراق بيفوزوا 2-1 على اليابان. العراق و... ومعهم حسين حبيبنا طبعا، صاحب هدفين اللقاء. يعني انت قدرت ان انت يعني ايمن حسين في الدقيقة 5 وفي الدقيقة 45 بلس 4 دقايق، وطارق عنده في الدقيقة 90 و3 دقايق في الاخر. عندك يعني منتخب العراق انا مش قادر اتكلم فيه كتير لانه منتخب فعلا محترم، منتخب بيقدر فعلا نفسه، منتخب بيتطور يوم عن بعد يوم. الكرة في العراق بتتطور حق ربنا. من المرشحين بطولة اكيد طبعا، مش جاي اهزر، جاي مترشح. والعراق طول عمرها قيمة في الكرة الآسيوية. حتى فرقة الشرطة العراقي كان عامل شغل كويس جدا في بطولة كأس العرب، كأس الملك سلمان. وفعلا العراق يعني في تطور، ولسه هنتكلم عليهم برضو في حلقات جاية، لكن فعلا العراق تستحق كل كلمة شتاء. بعد كده عندنا كان في مباراة فيتنام واندونيسيا يوم الجمعة الساعة 4:30. كانت مباراة طبعا حلوة جدا، لكن في الاخر منتخب الفيتنام امكانيات محدودة وبيلعب مطرود منه لاعب، فانت بتتكلم ان انت يعني موضوع صعب، واندونيسيا تفوز 1-0. بالليل منتخب ايراني هونج كونج يفوز على ايران، عشان برضو زي ما بقول لكم منتخب الايران من المنتخبات المرشحة اللي تخاف منها، اللي عندها خبرة، اللي بتعرف تلعب كويس في اسيا. وركز الموضوع ده، لعيبة عندها لعيبة محترفة، مهدي تريمي، لعيبة كتير عندهم طبعا ابرز النجوم نجم روما يعني يعني فالراجل معاه لعيبة كويسة جدا، وبيفوز على هونج كونج مدرب محلي تقدر ان انت تفوز عليه هونج كونج وتضمن صدارة المجموعة، وخصوصا ان انت معاك فلسطين والامارات تتعادلوا. الاردن وكوريا الجنوبية تاني يوم تعادل 2-2. وعلى فكرة الاردن من المنتخبات المحترمة جدا في البطولة دي، وعاملين شغل كويس جدا، وبتفرجوا على ماتشاتهم متصدرين مجموعتهم كمان يا جماعة، فده ترفع عليهم القبعة المنتخب الاردني. البحرين وماليزيا، البحرين بتفوز 1-0 على ماليزيا. ماليزيا ضعيفة جدا في البطولة دي اللي ملهاش شكل، والبحرين المحترمة جدا اللي جاية تعمل شكل في البطولة، برغم العرض اللي أثر عليهم في الماتش الأول اللي خسروها من كوريا. النهاردة كانت بقى نهاية الجولة خالص مع عمان وتايلاند، تعادل 0-0 لعمان، تعادل سلبي أكيد طبعا بعد مباراة جيدة أمام المنتخب السعودي. ونهاية بقى من شوية كانت مباراة السعودية وكرجستان. كرجستان كانت بتلعب والنقص العددي ب1، قدروا ان هم يخسروا 2-0 من السعودية اللي حرز الاهداف عندها اللاعب محمد كنو وفيصل الغمدي بقيادة مانشيني. حتى الان السعودية بتعرف ان هي تخطف الفوز كويس جدا، لكن الاداء هيجي تباعيا وتدريجيا. لسه مفيش حكم على من بطل البطولة، لكن في النهاية انا عايز اقول لكم ان فعلا البطولة هتبين الملامح بتاعتها من اول دور 16. مش هطول عليكم اكتر من كده، متنساش طلع النبي فعل زر الجرس، اشترك في القناة وتدعي اخواتنا في فلسطين ربنا ينصرهم ان شاء الله. متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان دعمك ده بيأثر عليا. وشكرا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم محمد، اللايك بيفرق فعلا، ادعي لاخواتك وربنا ينصرنا كلنا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.